بعد الوداع المهين لأمم أفريقيا، جمال بالماضي يخبر محرز ورفاقه بالقرار النهائي مستقبله مع الجزائر. قبل ما نبدأ في أي تفاصيل هاخد من وقتك كام ثانية كده في الصلاة على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في التعليقات. أخبر جمال بالماضي مدرب المنتخب الجزائري اللاعبين بفريقه بقراره النهائي بالرحيل عن منصبه بعد الخروج المبكر من كأس الأمم الإفريقية. الجزائر سقطت في مفاجأة مدوية أمام موريتانيا بهدف دون رد لتودع الكان من دور المجموعات بعد احتلالها المركز الأخير بالمجموعة الرابعة. ومن جانبه أشار موقع RMC بأن جمال بالماضي أخبر اللاعبين باستقالته في غرفة تبديل الملابس بعد المباراة وسط حالة من الإحباط سادت الأجواء. وأوضحت أن جمال بالماضي أخبر أعضاء الفريق بكافة التفاصيل الخاصة بهذا القرار وتحدث معهم بشكل منفرد، وعلى رأسهم قائد الفريق رياض محرز. ومن المقرر أن يعلن المدرب الجزائري عن استقالته بشكل رسمي فور عودة الفريق من كوت ديفوار بعد انتهاء رحلته في أفريقيا. وكان بالماضي قد قال في المؤتمر الصحفي بعد الخسارة من موريتانيا أنه سيحسم مستقبله مع الفريق بعد العودة للجزائر، ولكن يبدو أنه اتخذ قراره النهائي بالفعل. يذكر أن صاحب 47 سنة تولى تدريب الجزائر في أغسطس 2018 وقاد الفريق للفوز أفريقيا التي أقيمت بمصر عام 2019.